خلينا نكون أذكى من كده، نعدي الاختبار ده سوا بقى، نساعد بعض، ندعي لبعض، نفكر بعض دايما إن الجنة تستاهل، إن الجنة فيها حاجات لا عين شافتها ولا أذن سمعتها ولا خطرت على قلب بشر، حاجات محدش يقدر يتخيلها. تخيل نفسك هناك في نعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع ناس بتحبك وبتضحك لك، في مكان مفهوش ولا حزن ولا كآبة ولا مرض، ده فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طب بالله عليك ما حسيتش ان قلبك اشتاق للحظة دي؟ اللحظة دي اغلى من الدنيا وما فيها، هي دي اللحظة اللي ربنا وعد بيها عباده المخلصين، اللي هتنسيك كل تعب الدنيا. الجنة فيها كل اللي نفسك فيه، لو نفسك تشرب من انهار عسل هتلاقي، لو نفسك في قصور من ذهب ومن فضة هتلاقي، حتى لو نفسك في حاجة غريبة محدش فكر فيها كل ده هيروح. اللي هيفضل هو انت كنت مكتوب ايه عند ربنا، قلبك كان عامل ازاي. خلينا نفكر كده بهدوء، ايه اللي هيضيع مننا لو قربنا من كل حاجة حلوة هتيجي لينا حتى لو اتأخرت شوية.